يا صباح الخير صبايا، كيفكن؟ ايش اخباركن؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله كلياتكن بألف صحة وعافية، وين ما كنتوا عم تتابعوني. بالبداية خلينا نصلي على النبي ونكسب ثواب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفيديو الصبايا تابعوه للأخير ورح تشوفوا الشغلات اللي بدي أعملها بهذا الفيديو، من تحفيز ومن وصفات كمان سهلة ولذيذة بنفس الوقت، وخاصة وصفة السردين بدي أساويها وكتير مفيدة وأكلة بهذا الوقت. مثل ما شايفين رحت على مقبول هون أخذت. قلت أنزل أول شيء أشوف إيش ناقصني أجيبه مشان ما أحتار. بتعرفوا واحد بده يسوي وصفة على هذا ناقص على هذا ما في حدا يروح يجيب. لا، بالبداية بشوف شو لازمني وبنزل بجيبه وبجي. هلأ هون عندي الفليفلة اللي ميبسة الحدة، رح جبتها. وكمان عندي هون التين المجفف كمان لازمني مشان بدي أسوي وصفة إن شاء الله بالفيديو اللي بعده. مثل ما لكم شايفين هون رجعت على البيت. بتمنى صبايا اذا كنتم لسه عم تتابعوا الفيديو لهون ما تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع رفقاتكم لتكبر عائلتنا، وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم لتكبر عائلتنا ويوصل لأكبر عدد من المتابعين. وبتمنى ما تنسوا التعليق الحلوة يلي مثلكم. هلا هون صبايا عفوا، هدول الأغراض اللي جبناها هون أنا جبتها مثل ما شفتوا الفليفلة، جبت جيلي، جبت بالفريز كمان إن شاء الله بدي أسوي وصفة حلو. وهذا كمان قالب الكيك تبع التارت يعني، كمان شفته كان عليه عرض باليوز بير أخدته، يعني سعره عن جد بالنسبة لغير محلات سعره كتير رخيص كان. وكمان جبت السمسم، وجبت الحبة السودا، وجبت صوص الكراميل مشان الخلية، وجبت الشوكولا البيضة. هيك الفستق المبشور كمان جبت مشان الزينة. هلا هون صبايا بدي أبلش بتحضير عجينة الخلية. هلا مثل ما قلت لكم أنا دائما بعتمد عجينة واحدة لكل أنواع المعجنات، بس إذا كانت الوصفة حلو بكتر شوي السكر، إذا كانت مالحة بقلل من كمية السكر أو بحط بس معلقتين مشان عندي الخميرة تتفاعل، يعني لأني مادة السكر بتسرع عملية التخمير. هلا هون أنا حطيت كاسين حليب دافي، وحطيت ظرف الخميرة، وحطيت معلقتين سكر. بشيل الطبق بحطه على جنب لا تتفاعل عندي الخميرة وتطلع الفقاعات. هو الحمد لله رب العالمين دائما هاي الخميرة بجيبها من البيم ما شاء الله عليها، يعني ولا نهار يعني انه كانت عاطلة ابدا، يعني دائما شغالة الحمد لله رب العالمين، يعني مصيبة بالعين كمان. اي والله. هلا هون بعد ما حضرنا الخميرة عندي النواشف 6 كاسات طحين، اي كاسة متوفرة عندك، كبيرة صغيرة نفس الشي، يعني بنفس الكاسة بتعيري كل المقادير. حطيت كاسين حليب على جنب مع الخميرة والسكر، وهلا جبت الطحين 6 كاسات مع رشة ملح خفيفة. وعندي هون كاستين عفوا معلقتين السكر البقيانين حطيتهم، انا حطيت هون 4 ملاعق سكر، ومعلقة صغيرة باكين باودر، وعندي كمان بدي اضيف الفانيلا، ظرف واحد فانيلا. بنحرك النواشف مثل ما لكم شايفين. هلا بنضيف كمان معلقة صغيرة خل الابيض،
هلا انتبهوا صبايا، عندي شوفوا الخل الابيض والباكنج باودر اثنيناتهم بتحطوهم بالعجينة تعتبر كبديل المحسن العجين. يعني بتعرفوا هلا برا بالمحلات وشي اللي بيعملوا فطاير يعني اجباري بيضيفوا محسن العجين، او اللي بيساووا كيك بيضيفوا محسن الكيك. بس هون بديله بنحط مثلا نحن بنحط الباكنج باودر وبنحط معلقة الخل الصغيرة. وبالنسبة للزيت عندي هون نص كاسة، أنا بضيف تقريبا ربع كاسة زيت النباتي والباقي بحط زبدة. يعني أنت بتحب يعني إذا بدك لعبي شوي بالمكونات اللي بدك تحطيها. أنا بدي أسوي هون وصفة حلو، يعني بدي يكون عندي الخلية ما بدي أسويها مالحة، بدي إياها تكون حلوة. أنا زودت كمية السكر وضفت كمان الزبدة شوية، شي معلقتين يعني، مشان أعطيها طعمة طيبة للخلية. وهلأ ببلش بحرك المواد كلها مع بعض. مثل ما انكم شايفين صبايا، والمقادير بحط لكم اياها بصندوق الوصف. وان شاء الله باذن رب العالمين من هلا ورايح شو نزلت وصفه بحط لكم مقاديرها بصندوق الوصف. هلا بنضيف كمان الخميره مثل ما انكم شايفين وبنبلش بالعجن. بنضل بنعجن فيها صبايا لتشكل عندي عجينة طرية، وإن شاء الله بإذن رب العالمين ناجحة 100% مثل ما انكم شايفين. هلا هون صبايا بعد ما خلصنا العجن مثل ما انكم شايفين بنريح العجينة وبنحطها بمكان دافي تقريبا ساعة. بنحط شوية زيت بالأرضية وعلى الوجه مشان ما تتكون عندي قشرة، وبنغطيها. أنا بحطها جنب الصفاج، يعني ما بتطول نص ساعة بتختمر عندي بشكل كتير منيح مثل ما انكم شايفين. وأنا بدي أحطها بهذا القالب تبع التشيز كيك، مشان كمان بدي أحصل على شكل القالب تبع الخلية. إذا فتحته يعني وطالعته يطلع عندي بشكل قالب. وانتي استخدمي الصينية المتوفرة عندك. حطيت بالأرضية ورق زبدة ومسحت الحواف بشوية زيت النباتي مشان ما تلزق عندي العجينة. هلأ هون لبين ما تختمر عندي الخميرة قلت أبلش الشغلات اللي لازمتني لوصفة السردين. بلشت هون بعصر الليمون، بدي أنا كاسة عصير الليمون مثل ما لكم شايفين، وبدي كمان كاسة زيت الزيتون، أو إذا بدك نص زيت زيتون ونص زيت النباتي، بس الأفضل زيت الزيتون يكون كميته أكتر يعني. وعندي هاي الفليفل اللي جبتها كمان بدي أضيفها بين السمك، بيعطي كمان طعمة طيبة وحدودية. ووصفة السردين هي على طريقة أمي، يعني أول مرة أنا شفت يعني هاي الوصفة أمي ساوتها،
الله يذكرها بالخير والله يديم عليها الصحة والعافية ويطول بعمرها يا رب. يعني دائما واحد فيه شغلات كتيرة إنه واحد بيتعلمها من أهله من أمه، وأكيد يعني النفس الطيب والأكل الطيب أكيد واحد يعني كمان بتوارثه. والحمد لله رب العالمين، الله يخليهم فوق راسنا يا رب. عندي كمان هون 3-4 حبات توم هرستون مثل ما لكم شايفين. يعني صار أنا فترة، يعني صار تقريبا من قبل الأزمة ملي عملي هالوصفة. يعني ورجعت أنا قلت بدي أساوي هالوصفة، رجعت سألتها، اتصلت فيها وسألتها لأمي، ورجعت ذكرتني بمقاديرها، مع أنه أنا عملتها كمان مرة بسوريا، بس طلي زمان مالي عملي هاي الوصفة صراحة. يعني رجعت استرجعت الذاكرة وسألت أمي عليها وأخذت منها الوصفة وساويتها، والحمد لله رب العالمين نجحت معنا 100%. هلأ هون صبايا كمان بعد ما اختمرت العجينة بدي أبلش أكورها مثل ما لكم شايفين. هلأ هون كمان بعد ما بكورها كمان بريحها تقريبا ربع ساعة. يعني انتبهوا على العجينة عن جد، يعني انتبهوا على العجينة كتير طرية وخفيفة هيك بتحسوها. إذا ما عندك ورق زبدة ممكن تحطي زيت وترشي رشة طحين. هلأ هون بدي أحط كمان خليط، بدي أدهن الوش بخليط التلميع، عبارة هو عن صفار البيض. أنا عندي الحليب كان خالص، حطيت شوية نسكافيه، أنا بس بدي أقتل الزنخة يعني مشان ما يطلع زنخة بالعجينة. وبحط شوية خل الأبيض، حطيت كمان شوية فانيلا وبخلطة كتير منيح مثل ما لكم شايفين. يعني تعي تعبي بالوصفة، تعبي وبعدين يا تزنخ، يعني بس إذا عملتي غلط شي بسيط إنه تزنخ معك العجينة، لا بحاول من البداية يعني انتبه. هلا بدهن الوش مثل ما لكم شايفين. بعد ما بدهنها وكمان برشها بشوية أنا عملتها سادة ما حشيتها شي، ممكن تحشوها شوكولا تحشوها جبنة، الحشوة اللي بدكن إياها. بس أنا قلت طالما بدي أحط على الوش صوص الكراميل، صوص الشوكولا البيضاء، يعني شي حلو هيك، قلت ما بدي أسويها سادة وأزينها، بس أزينها من برا. يعني إذا بدكم حطوا يعني كمان بالحليب المكثف كمان بيعطيها حلاوة، أو تمسحوا الوش بالقطر كمان بيعطيها حلاوة. هلا بحط السمسم الأبيض وبدخل الفرن على درجة حرارة 200 شغال من فوق ومن تحت مع المراقبة بالرف الوسط. بس أنا غفلت شوي عنها، شوي أخدت لون زيادة من الوجه مثل ما شايفين. يا سلام. هون كمان ريحتها شي 10 دقايق وبعدين حطيتها بالفرن. شايفين؟ يا سلام. بغطيها، بدي اياها تاخد طراوة أكتر، بغطيها وبعيفها على جنب. أنا هون عفتها على جنب وبلشت بدي أبلش كمان بوصفة السردين. هلا أنا حضرت بس قلت نسا بكير إنه أطبخ السردين، التهيت شوي بالخلية مثل ما كنتم شايفين. هلا عم بغسل الطنجرة، أخدتها جديد، قلت أليفها قبل ما أستخدمها.
هذا هو السمك اللي بدي أعمله بوصفة السردين. سمكات صغار أنا غسلتهم نظفتهم كتير منيح، وكنت شايلتهم البراد ورجعت طالعتهم قبل بوقت من الصبح مشان ينشال عندهم البوظ مثل ما لكم شايفين. هلا هون صبايا مثل ما لكم شايفين بعد ما بردت الخلية بحرر هون الأطراف. يا سلام، شوفوا لي هالمنظر، شوفوا لي اللون، أخذت لون ذهبي. وصفة ناجحة 100%. وهذا صوص الشوكولا، صوص الكراميل عفوا، وصوص الشوكولا البيضة بنحطه على الوش بهذا الشكل. ممكن تحطي كمان الحليب المكثف، كمان بيعطي طعم كتير لذيذة وطيبة. ومنرش كمان هيك رشة فستق كمان بيعطيها هيك جمالية أكتر، يعني طلعت مثل القالب. يا سلام، شايفين شو بيغرف القلب. هلأ بدنا نشوف النتيجة. مثل ما شايفين الارتفاع والنفشة وعجينة طرية، وطلعت كمان كتير لذيذة وطيبة. وبنغطيها. هلأ هون خلصنا من وصفة الخلية مثل ما لكم شايفين. هلأ رجعنا هون لوصفة السردين. هلأ نبلش نطبقها بطاجرة البخار. بحط كاسة الليمون وكاسة الزيت الزيتون وشوية خل، يعني معلقة كتير صغيرة، والثوم حطيت كمان تقريبا 3 سنون، وبخلطهم كتير منيح. حطيت شوية مي، بس هو الأفضل ما تحطيه لأني السائل الليمون والزيت بكفي، كاسة بكاسة حاج. هلا هون بلش تتبيلة السمك. حطيت رشة ملح وضفت. هلا هون حطيت بهارات السمك وحطيت الملح وبخلطهم كتير منيح، يعني ما بدها توابل غير الملح والفلفل الأسود أو ملح والبهارات، بس أنا فضلت إنه أحط كمان بهارات السمك لأنه بيعطيها كمان طعم أطيب مثل ما شايفين. هلأ بنحط بأرضية الطنجرة ورق الزبدة. أنا ما بدي إياها، يعني إنه ممكن إنه السمك يلزق بأسفل بسفل الطنجرة، ما بدي إياه يلزق. حطيت ورق الزبدة أمان يعني أكتر، وبصفهم بهذا الشكل. وبحط بيناتهم شرايح الليمون. برجع بحط طبقة تانية وبحط كمان الشرايح، وبحط الفليفلة الحمراء مثل ما لكم شايفين. ولا تنسوا كمان ورق الغار مشان كمان انه ما يعطينا، يعني يقتل الزنخة اذا موجودة يعني. بعدين بحط الصوص اللي حضرته، كاسة ليمون وكاسة زيت الزيتون وشوية يعني 2-3 توم مثل ما شايفين بهالطريقة. هلأ بغطي الطنجرة كمان بشكل كتير منيح مثل
مثل ما انكم شايفين. وصفة كتير لذيذة وطيبة وبنفس الوقت كتير سهلة وبسيطة. هاي هون هالطرف ما بنقرب عليها ابدا، بنحطها على الغاز على النار الوسط. بس صفرت بنوطي الغاز مشان تستوي على مهل. هلا هون بنبلش بالجليات مثل ما انتم شايفين. اللي بحب هاي الفقرة كتحفيز لإله. هلا هون بلشت كمان بتحضير السلطة، يعني الموجود بندورة وبصل. الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال. وهون كمان هلا بدي احضر صحنين الحمص ونعمل لهم هيك شوية زينة. وبتمنى صبايا إذا كنتوا عم تتابعوا الفيديو لهون ما تنسوا الإعجاب بالفيديو، لأني بيرفع الفيديو بيوصل لعدد أكبر من المتابعين. وإذا كنتوا عم تتابعوني لأول مرة وما اشتركتوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مثل ما شايفين صبايا بهالطريقة العين بتاكل قبل التم. وبس صفرت عندي طنجرة البخار منعير ربع ساعة وبينزل عندك السمك مستوي على الآخر يعني، وبتاخدي أطيب وألذ سردين. هون كمان عندي جهز صحن الحمص مثل ما انكم شايفين. هلا هون الطنجرة كمان بعد ما خلصت بنفتح هون بهاي الطريقة مشان نطلع البخار الموجود فيها ومنعيفها لبين، او نحطها تحت الحنفية كمان، ما بنفتحها فورا. مثل ما شايفين يا سلام، شوفوا لي المنظر، شي بيغرف القلب، شي بيشهي. هاي ورق الزبدة منشيله، يعني لا لو مهروس مستوي على الآخر بس محافظ على حاله كمان. يا سلام، وصفة لذيذة جدا. يعني جيبي كيلو سمك وساوي هالوصفة، سهلة وبسيطة. هلأ هون حبيت أفرجيكم الهدية اللي وصلتنا من مكة المكرمة. مثل ما لكم شايفين هون معلمه لأب بشار هو اللي عطاياها سداجة صلاة. الله يرزقه والله يتقبل منه يا رب، والله يطعمنا ويطعمكن العمرة. كتير حلوة. هلأ ممكن الكاميرا هون بتخون بس عن جد كتير حلوة ولونها كتير حلو، وحتى القماشة تبعيتها كمان كتير حلوة. هذا الإشارب كمان. مي زمزم غير شكل.
كتير حلو. حبيت سداجة الصلاة مثل ما انكم شايفين، وكمان التمر. الله يرزق الجميع يا رب ويتقبل. ومثل ما شايفين صبايا، هون جينا لنهاية الفيديو، وبقلكن سلامات صبايا، وانتظروني فيديو جديد ويوم جديد.